بكم في مادة تاريخ قطر للصف التاسع، وما زلنا مع مظاهر التنمية السياسية والاقتصادية في دولة قطر. أما عن الأهداف العامة للدرس، فالهدف الأول يعدد الطالب الصناعات الموجودة في قطر، والهدف الثاني يذكر الطالب عوامل نمو الاستثمار في دولة قطر، والهدف الثالث يوضح الطالب أسباب نشأة صندوق الاستثمار السيادي لدولة قطر. عزيزي الطالب، نتحدث الآن عن أهم الصناعات في دولة قطر. وقلنا بالحصة الماضية قد قلنا أن الصناعة من أهم دعائم الاقتصاد القطري الحديث لعدة أسباب، منها وفرة مصادر الطاقة من بترول وغاز طبيعي، وكذلك الرغبة في تنوع مصادر الدخل، وكذلك توفير فرص عمل للمواطنين والمقيمين. والصناعة بشكل عام هي تحويل المادة الخام من صورة إلى صورة أخرى. أما عن أهم الصناعات الموجودة في دولة قطر كما هو موضح أمامكم بالجدول، سوف نذكر الصناعة وموقعها والإنتاج. فأول صناعة صناعة الأسمدة الكيماوية، والتي تقع بمنطقة سعيد. أما عن الإنتاج فتنتج قطر من الأسمدة الكيماوية 4 مليون طن من اليوريا والأمونيا، ويصدر لأكثر من 35 دولة حول العالم. والصناعة الثانية صناعة البتروكيماويات، وأيضا في منطقة سعيد ورأس لفان، وتنتج دولة قطر 2 مليون طن من الأيسلين والكبريت، ويصدر معظم الإنتاج إلى الخارج. وكذلك عن صناعة الحديد والصلب، وأيضا توجد في منطقة سعيد الصناعية، وتنتج قطر ما يقارب 1,800,000 طن، يستهلك معظمه داخل دولة قطر بسبب النهضة العمرانية، ويصدر الفائض إلى الخارج. وكذلك الغاز المسال والموجود في راس لفان، وتعد قطر المركز الأول عالميا، ويصدر لمعظم دول العالم. أما عن قطاع الألمنيوم فتوجد أيضا في منطقة سعيد الصناعية، وتنتج قطر من الألمنيوم ما يقارب 700 ألف طن، ويصدر أيضا إلى الخارج. وكذلك تكرير البترول في منطقة أيضا سعيد، وتنتج قطر ما يقارب 150 ألف برميل يوميا للاستهلاك المحلي. وكذلك نتحدث عن صناعة الأسمنت والموجودة في منطقة إمباب، وتنتج قطر ما يقارب 4 مليون طن بسبب وفرة الحجر الجيري والطفل والطاقة من حقل دخان والنهضة العمرانية الكبيرة. وكذلك صناعة المواد الغذائية والدوائية والأثاث والمنظفات، وتوجد في المنطقة الصناعية غرب مدينة الدوحة. والإنتاج يستهلك محليا ويصدر أيضا إلى الخارج. ننتقل عزيزي الطالب إلى عوامل نمو الاستثمار في دولة قطر. فقد اتخذت الحكومة القطرية عدة خطوات بتوجيهات من الشيخ حمد بن خليفة لدعم عملية التنمية الاقتصادية. ومما ساعد على نمو الاستثمار في دولة قطر أولها توفير البنية التحتية من ماء وكهرباء، وتدني رسوم الخدمات والضرائب، وكذلك توفير الدولة للأراضي بإيجارات رمزية بسيطة، وأيضا الاستقرار السياسي وانتشار الأمن والأمان والقوانين المشجعة على الاستثمار في دولة قطر، وأيضا يسر ومرونة قوانين استخدام العمالة الوافدة من الخارج، وأيضا تدني رسوم الماء والكهرباء والغاز الطبيعي. ننتقل عزيزي الطالب إلى صندوق الاستثمار السيادي لدولة قطر. فما هو صندوق الاستثمار السيادي لدولة قطر؟ هو صندوق مملوك لدولة قطر، تأسس بالعام 2005، وتكون من أصول مختلفة كالأراضي والأسهم والسندات.
ويستخدم هذا الصندوق لإدارة فائض دولة قطر من عائدات البترول والغاز الطبيعي. ننتقل عزيزي الطالب إلى أسباب نشأة صندوق الاستثمار السيادي لدولة قطر. فأول تلك الأسباب إدارة فائض دولة قطر من عائدات البترول وعائدات الغاز الطبيعي. وثاني تلك الأسباب العمل على تنويع مصادر الاستثمار الخاصة بدولة قطر بهدف تنمية الاقتصاد القطري وتخفيض المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد القطري. وثالث تلك الأسباب عزيزي الطالب السعي إلى إيجاد مصادر دخل خاصة للاقتصاد القطري بعيدة عن تذبذب أسعار البترول والغاز في الأسواق العالمية من حين إلى حين آخر. وآخر تلك الأسباب عزيزي الطالب أن هذا الصندوق يسهم في تعزيز مكانة دولة قطر السياسية على الصعيد الإقليمي والصعيد الدولي. إلى هنا عزيزي الطالب نكون قد انتهينا من عرض هذا الدرس، آملين من الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.